بكم في حلقة جديدة في برنامج مقابلات على الصفحة الإعلامية لحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. ويسعدني أن أرحب بضيفنا الأستاذ آدم كجل. مرحبا بكم أستاذ آدم. حرية مثل السلام الديمقراطية، تحية الصمت والنداء لشرفاء حركة وجيش تحرير السودان، تحية المجد والخلود لكل رفاقنا في الجبهة الثورية. أحيي الصفحة الإعلامية لحركة وجيش تحرير السودان بقيادة الكومريد عبد الواحد محمد أحمد النور، كما أحيي أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح، وأحيي قواتنا الأحرار لانتصاراتهم المتتالية في ميادين القتال من أجل إسقاط النظام وبناء دولة المواطنة المتساوية. أهلا ومرحبا بكم. ما هو وجه نظرك لموقف حركة تحرير السودان من الحوار الداخلي؟ أولا، الحكومة فشلت كل الفشل لإدارة شؤون الدولة، ويواجه حصار إقليمي ودولي وازدياد البطالة وقلاء المعيشة، ومشكلة المحكمة الجنائية وانهيار الكل للتعليم وخروج المتتالي للسودانيين إلى الخارج. وهذا هي الفشل الكبير الذي تعرض له نظام الجبهة الإسلامية في الخرطوم، ويدعو إلى الحوار. موقف حركة وجيش تحرير السودان موقف واضح، بلا مساومة وبلا جلوس وبلا تفاوض مع هذا النظام الجبهة الإسلامية الذي لا يحترم من يفاوضه ولا يحترم الاتفاقيات. حصلت 44 اتفاقية ولم يحترم أحد من ذلك الاتفاقيات، ويقول أنا جبت السلطة بالقوة، أدار السلطة خليه يشير بالقوة. كيف نحاول هذا النظام؟ حركة وجيش تحرير السودان درس نظام البشير تماما، وجد أن لا يمكن حل مشكلة السودان عبر التفاوض نسبة لمراوغة الحكومة من الحلول السلمية ولي بأفكار الشعب السوداني وقشهم واتخاذ الدين ذريعة لتمرير الأجندة السياسية. حركة وجيش تحرير السودان يقول لا حوار مع هذا النظام الذي لا زال يستمر في اغتصاب الشعب السوداني وقتل الشعب السوداني وتشريد الشعب السوداني واستخدام سياسة التجويد في الشعب السوداني وقتله للطلاب في كل الجامعات السودانية. لا بد أن يرفع هذا النظام بثورة شعبية أو بالقوة مهما يكلف الثمن. ما هي تقييمك للحوار الداخلي وما فرص النجاح؟ هذا ليس حوار، هذا عبارة عن تململ ولم شمل الإسلاميين في كتلة واحدة أو في صف واحد، ومد فترة الحكم في السلطة فقط، وليس حوار من أجل حل مشكلة السودان. كما نرجي ضمانات لنجاح ذلك الحوار. الحكومة يعرف كيف يقش الشعب السوداني بالدين، ويعرف كيف يراوغ أن الواقع وتفضيله للقضية. أنا لا أعتقد أن يكون هنالك إنجاح لمثل هذه الحوار، والدليل على ذلك إفشال رئيس المؤتمر الوطني للحوار بتصريحاته الأخيرة. أستاذ آدم، ما هي الحل المناسب لمشاكل الدولة السودانية؟ الحل المناسب أن يسلم السلطة للشعب السوداني، وأن يعبر الشعب السوداني من سيحكمهم عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وعادلة. حركة وجيش تحرير السودان طرحت عدة بدائل سلمية لحل مشكلة السودان. طرحت منها أن تسليم السلطة للشعب السوداني وتكوين حكومة انتقالية تشارك فيها كافة القوى السياسية. وطرحت أيضا الديمقراطية والليبرالية والفيدرالية والألمانية بديلا لنظام الحكم في السودان، وهذا ما ترفضه نظام الحكم. نحن نريد حل شامل وكامل لمشكلة السودان، وليس حل جزئي عبر التفاوض أو الحوار. وإسقاط النظام هو الحل لمشكلة السودان. ما هي الأسباب التي دفعت حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور لاعتقاد ذلك القرار بعدم الجلوس مع نظام المؤتمر الوطني في أي منبر أو حوار؟ اتخذ حركة وجيش تحرير السودان ذلك القرار بلا تفاوض وبلا جلوس مع هذا النظام نسبة لعدم احترام النظام للحوارات والاتفاقيات. حصلت كثير من الاتفاقيات
مع هذه الحكومة ولم يحترم ذلك الاتفاقيات. حاولت حركة وجيش تحرير السودان في أبشة 1 وأبشة 2 وأنجمينا 1 وأنجمينا 2 إضافة إلى 7 جولات في أبوجا ولم يحل مشكلة السودان. إضافة إلى اتفاقية السلام الشامل لم يحل مشكلة السودان. إضافة إلى اتفاقية أبوجا لم يحل مشكلة السودان. وإضافة إلى كثير من الاتفاقيات من دوحة وغيرها لم يحل مشكلة السودان. الحكومة لا يريد حل مشكلة السودان بطريقة سلمية. طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا يتم اغتيالهم، كيف تنظرون أنتم في حركة تحرير السودان لذلك؟ أولا تحية لكل الطلاب في كل الجامعات السودانية، وتحية خاصة لطلاب UPF لثباتهم تجاه إسقاط النظام وتجاه التغيير، والذين هم يتذوقون كل ويلات النظام في سجون النظام ومن اغتصاب ومن فصلهم من الجامعات وطردهم من داخلية الجامعات وكل الانتهاكات التي تتعرض لها طلاب دارفور وكل طلاب الهامش في كل الجامعات السودانية، وهم لا زالوا يناضلون من أجل التغيير ومن أجل إسقاط النظام. ويوجد هنالك أمثلة لتلك الانتهاكات. قتل الطالب محمد موسى في جامعة الخرطوم 2010، قتل الطالب عبد الحكيم في جامعة الدرمان الإسلامية، وقتل الطالب عبد الله عمر في حرم جامعة النيلين، وأيضا قتل الطالبات حليمة وصابية في جامعة الدلن، وقتل الطلاب السبعة في جامعة الجزيرة، إضافة إلى الطالبة صفية إسحاق في جامعة الخرطوم التي تم اغتصابها من قبل جهاز الأمن. إضافة إلى الانتهاكات الأخيرة من تحرشات جنسية واغتصابات واعتقالات تعسفية وفصلهم من الجامعات وطردهم من داخلية الجامعات، وإضافة إلى خرصنة في الدرجات الأكاديمية. إذا أحرزت إلى امتياز يكتب لك جيد، وإذا أحرزت إلى جيد جدا يكتب لك أنت مقبول، وإذا أحرزت إلى جيد يقول لك أنت راسب. وهنالك الكثير من الانتهاكات تتعرض لها كل طلاب الدارفور وطلاب هامش من هذا النظام، ونحن نستنكر ذلك الانتهاكات بأشد العبارات. في نهاية هذه الحلقة ماذا تقول للشعب السوداني؟ أولا تحية لكل الشعب السوداني المناضل من أجل إسقاط النظام، من أجل بناء دولة يسعى للجميع، والذين هم لا يزالوا مستمرين في ثباتهم في ظل استمرار القتل، وفي ظل استمرار النهب، وفي ظل استمرار سياسة التجويع، وفي ظل استمرار الاغتصاب. أقول للشعب السوداني خلينا نكون مع بعض عشان نسقط النظام، وتكون مواقفكم ثابتة تجاه إسقاط النظام وبناء دولة المواطن المتساوية، وما يخصكم البشير بالدين، ولا تسببوا فبركة الحكومة من الحل تجاه الحل السلمي. حركوا جيش تحرير السودان بقيادة الكومريد عبد الواحد محمد أحمد النور آزم كل العزيمة لإسقاط النظام بالثورة الشعبية أو بالقوة. الحكومة بقت ما عندها مصداقية، أطف حب وحنية للشعب السوداني، يبيع الأراضي وينهب أموال الدولة، واستخدام العنصرية والسياسة فرقة التسد والفتن بين كل مكونات الشعب السوداني لكي تفكك من الترابط والإلفة والحب اللي بين الشعب السوداني. إسقاط النظام يعني تغيير النظام وبناء دولة يسعى للجميع، وما تخافوا من الديمقراطية والليبرالية اللي يكون بديل النظام الحكم في السودان. وده يعني تكوين حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية، وفصل الدين من الدولة، واحترام كل الأديان والحريات العامة، وده يعني التغيير في المرحلة القادمة. في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الأستاذ عادل خميس كجر. مشاهدينا حتى نلتقي في حلقة قادمة مليئة بالأمل والحرية، لكم مني أطيب التهاني. شكرا، دمتم مدامة. السلام عليكم.